هداف الدوري وبطل الدوري، هداف الكاس، نصف نهائي الكاس، مش موجود في القائمة النهائية لمنتخب النشامي للشباب المشاركة في كأس آسيا بالصين. مليار علامة استفهام. ده عربية نقل محملة علامات استفهام. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم حبايب قلبي باختصار شديد للغاية. لاعب بقيمة عز الدين عواقلة مش موجود في كاس آسيا المقامة بالصين مطلع شهر 2 تحديدا 12 فبراير بمشيئة الرحمن. أمر عجيب للغاية من وجهة نظر الشخصية. لاعب ذو قيمة فنية عالية قوي كمان مش موجود. طب ليه؟ عموما صديقي وعزيزي المشاهد، نظام البطولة 4 مجموعات كل مجموعة مقسمة إلى 4 منتخبات بيتأهل أول وثاني من كل مجموعة لدور الثمانية. دور الثمانية هو دور ربع النهائي اللي بيتأهل تلقائي من الماتش الفيصل بيروح على طول لكاس عالم، ما بيروحش السيمي فاينل، لا ده بيروح كاس عالم، لان سيمي فاينل وفاينل بالنسبه لي انا شخصيا بطوله شرفيه. الهدف الاول والمنشود هو الوصول لكاس عالم مطلع الصيف القادم ان شاء الله باذن الله. الاردن قادره وبقوه على تخطي الصعاب. الاردن في المجموعه الثانيه، النشامه بجوار كل من العراق والسعوديه وكوريا الشماليه. كوريا الشماليه في الفئه السنيه دي تحديدا هو منتخب عظيم قوي في الكوره، في مراحل اللعب المختلفه مميز قوي. في الفئه السنيه دي بتلاقيه على طول في كاس عالم. حصان اسود للمجموعه ومش هيتاهل. انا بقول لك من دلوقتي فريق محترم وان شاء الله مش هيتأهل. عندك السعودية منتخب جيد قوي في الفئة السنية دي، ولكن النشامة قادرة على هزيمة السعودية، على هزيمة الاخضر. المنتخب العراقي من اكتر المنتخبات في المجموعة بعد المنتخب الاردني على طول، لديه كوكبة من النجوم مميزة قوي كرويا، ولكن لديه مدرب لا علاقة له بكرة القدم، ما بيعرفهاش مدورة ولا مربعة. ويدعى عماد محمد، عشوائي قوي في اختياراته، عشوائي قوي، عنده كميه محترفين لا توصف وكله عطلات منسوبيه ومحسوبيه دمرت كل شيء في الكره العراقيه. عموما الاردن على الصداره، العراق في المركز الثاني بنسبه 100% بمشيئه الرحمن. صديقي وعزيزي المشاهد، الجزئيه المهمه وهي انتقال موسى التعميري للاهلي المصري. الاهلي المصري تقدم بصفقه رسميه، خلاص تقدم بعرض رسمي لشراء النشامي موسى التعميري من نادي مونبليه محدد 6.5 مليون يورو تحديدا لبيعه نهائيا للاهلي المصري. الاهلي عنده سقف للتعاقدات. يعني ايه سقف للتعاقدات؟ يعني في رقم معين ما بيتخطاهوش عشان ما يبوظش اوضه اللبس. يا باشا انا بقول لك لو من اجل عيون موسى بوظ مليون اوضه لبس، هي فيها ايه اوضه اللبس؟ بوظها يا باشا، بوظها عشان النشامي موسى التعميري، ولكن ان شاء الله مش هتبوظ وان شاء الله موسى مش هيجي، من اجل ان زملكاوي شديد جدا ومتعصب قوي كرويا، وموسى لو جه كل اسبوع هيعمل لي صداع، هيجيب 3 4 5 تجوال لانه هيلاقي ناس تخدم عليه، وهو ده اللي ينقص موسى في نادي مونبليه. مفيش حد بيخدم عليه كرويا. موسى ده حكايه وروايه، ده اللي بيلعب بكلتا قدميه، لا توجد قدم ضعيفه لدى موسى التعميري. ده الشيء اللي بيميزه وبيجعله يحل المزيد من الامور المعقده داخل المستطيل. من وجهه نظر الشخصيه، موسى يستحق نادي افضل من اي نادي في القاره الافريقيه. الاهلي المصري حدث ولا حرج ولا خوف عليك من المبالغه، تكلم كما تبدو. الاهلي ذو قامه كبيره قوي في القاره، الاهلي فريق عريق قوي كرويا، ولكن من وجهه نظر الشخصيه الاهلي عنده سقف للتعاقدات، وده من وجهه نظري امر فاشل قوي كرويا. لان ايه؟ لان لما يكون اساسا كريستيانو وميسي دي لعيبه بملايين الدولارات، ليه؟ ايه اللي بيفرقهم عن بعض العناصر؟ امكانياتهم وجودتهم المرعبه جدا في الكوره، انه بيخلص لك الماتش من نص فرصه، فهو ده اللي بيخلي اللعيب بيفرق. موهبه، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، فطبيعي جدا ان في واحد لعيب الكوره هو فاهم لقمه عيشه، فاهم كويس قوي ان ده بياخد اكتر مني. ليه؟ لعيب الكوره فاهم قوي كمان ان انا الحمد لله ان انا دخلت وسط المعمعة. لعيب الكرة فاهم، وبالذات لعيب الكرة المتواضع المتوسط قوي في الكرة. فان انت تدي موسى 6.5 مليون يورو ده مش رقم من وجهة نظر الشخصية، لان موسى التعميري يستحق 30 و40 و50 مليون. موسى ده حكاية ورواية زي ما انت عايز تقول، ولكن احب اقول لك باختصار شديد للغاية، دلوقتي الاهلي عنده مكر وذكاء كبير قوي. انا كزملكاوي مش عايز يجي، وكمان عايز اقول لك ان موسى مكانه الطبيعي دون ادنى شك في الريال والبارسا، موسى مكانه الطبيعي في الليفر والسيتي، موسى مكانه الطبيعي في باريس، في البايرن، موسى مكانه الطبيعي في عمالقه اوروبا.
الاهلي من وجهة نظر الشخصية مش هيضيف لموسى نهائيا مش هيضيف لموسى، انما موسى اللي هيضيف للاهلي، لان موسى موهبة كبيرة قوي في اوروبا، وايه اللي يجيب واحد زي موسى الى مصر عشان يلعب في الاهلي المصرية؟ لا، موسى رفض الحوار قولا واحدا، انما اللي جد في الامر ان الاهلي تقدم بعرض تاني وقال له طب تعالى يا عم موسى العب معانا كاس عالم. ودي الفكرة اللي عجبت موسى قوي، قال لك ده انا هتسوق عن طريق احد عمالقة القارة في مصر، احد عمالقة قارة افريقيا الاهلي المصرية. طبعا الاهلي له باع كبير قوي في بطولات كاس عالم، وده الشيء اللي خلى موسى محبس قوي الفكره وبيضغط على مونبليه انه يوافق على الاعاره، ولكن الاهلي عنده مكر وذكاء، قال لك مع تفعيل بند الشراء. هي دي النقطه اللي واقف عليها الحوار. موسى لو جه ولعب مع الاهلي في كاس عالم هيتسوق موسى احلى تسويق، هيتسوق موسى ويتشاف احلى تسويق، لان مدير اعماله واقف محله سر، مش عارف يجيب عرض للراجل، مش عارف يسوق الراجل اللي يستاهل كل خير. موسى باشا التعميرية من وجهة نظر الشخصية يستحق كل ما هو يدفع فيه كل جنيه. موسى التعميري حكاية ورواية في الكرة دون أدنى شك. أتمنى إن شاء الله إنه ما يجيش الأهلي، أتمنى يروح الريال، يروح البارسا، يروح مانشستر سيتي، يروح أي مكان في الدنيا، ما يجيش الأهلي المصرية عشان ما يتعبناش نفسيا. هي مش ناقصة الحكاية عندنا في مصر. سيبوا الاهلي في حاله وسيبونا احنا كمان في حالنا. بلاش يا عم موسى. ان شاء الله بالتوفيق لموسى التعميري، ان شاء الله نشوفك في احد اكبر دوريات العالم، تستحق عن شطارة واستحقاق دون ادنى شك. السلام عليكم ورحمة الله.